ربطة الشعر والابتسامة والبشرة السمراء والرقصة بعد الجون والنو لوك باص. تجميعة أول ما تيجي في بالك لازم يجي في بالك رونالدينيو. لو انت زي من جيل التسعينات فاكيد وانت صغير في مره خدت فيديو رونالدينيو على موبايلك الجميل ابو زراير، او فتحت اليوتيوب وقعدت بالساعات تتفرج على مهارات رونالدينيو، واللي كانت اكتر فيديوهات منتشره وقتها. مش اكتر فيديوهات منتشره في الكوره، لا دي كانت فعليا اكتر فيديوهات منتشره بشكل عام على اليوتيوب كله. يعني عشان تتخيل الموضوع عايز اقول لك ان اول فيديو في تاريخ اليوتيوب يجمع مليون فيو كان فيديو رونالدينيو سنه 2005، والفيديو ده كان اعلان لشركه نايكي، واللي هو كان بينطط الكوره وشاطها في العارضه يجي 4 مرات ورا بعض، واللي اكيد لازم يكون عدى عليك قبل كده. رونالدينيو زي عادة قصص كل اساطير الكوره اتولد في حي فقير في بورتو أليجري، وهو نفس الحي اللي اتولد فيه رافينيا لاعب برشلونه الحالي. ابوه خواو موريرا كان بيشتغل في الاصل عامل لحام، وكان اصلا لاعب كوره سابق، واخوه برده كان لاعب كوره قبل كده. ونشأته في اسره بتاريخ كروي بالاصل قدرت ان هي تحط جواه بذره وطموح ان هو يكون لعيب كوره. وهو صغير كان روبرتو اخوه امل العيله كلها انه يكون لعيب كبير ويرفع مستوى معيشه العيله، واللي بالفعل نجح في البدايه ان هو يعمل ده، بس ما استمرش وقت طويل بسبب الاصابه اللي خلصت عليه بدري. فقرر روبرتو انه يساعد اخوه يكون مدربه ويقود مسيرته المهنيه. فرونالدينيو قضى طفولته سواء في لعب الكوره في الشارع او في التدريب، واللي كان اوقات كتير بيعيط من شدته وعدم فهمه هو ليه لازم يعمل كل ده. وبيحكي ان هو دايما كان بيلعب حافي لان ابوه اقنعه ان اللعب حافي افضل بكتير وبيخليه يطور من تحكمه في الكوره، ولكن في الحقيقه كان بيقول له كده لانه ما كانش معاه فلوس لا يجيب له جزم ولا هدوم رياضيه. المهم هتبتدي مسيره رونالدينيو من كره الصالات، واللي طورته مهاريا لانها معتمده على اللعب في مساحات ضيقه بشكل اساسي. وسنه 97 بيستدعى المنتخب البرازيل تحت 17 سنه عشان يلعب بطوله العالم اللي بتنظمها الفيفا في مصر، وينجح انه يقود البرازيل للبطوله وياخد احسن لاعب فيها. وبعدها هيشارك في كاس القارات في المكسيك وينجح انه ياخد احسن لاعب في البطوله والهداف كمان عشان يظهر نفسه للعالم لاول مره، ويروح لنادي جيرومو عشان يبدا معاه من هنا مسيرته الاحترافيه. وقدر يظهر معاهم بشكل ملفت في الليبرتادوريس ويكون نجم الفريق الاول، فتتوجه انظار اوروبا كلها ليه في عرضين، اولهم كان من باريس سان جيرمان اللي كان وقتها نادي صغير، كان لسه مش النادي القطري اللي احنا عارفينه دلوقتي اللي فلوسه زي الرز ده، والتاني كان نادي ارسنال. فيختار بعد توجيه من اخوه ان هو يروح يلعب في باريس، فينتقل في باريس سنه 2001 بصفقه قيمتها 5 مليون يورو عشان يبدع معاهم ويستدعى سنه 2002 لاول كاس عالم رسمي ليه. Welcome to the World Cup 2002. البطولة اللي هيبدأ فيها رونالدينيو في خط الهجوم اللي اتعرف بالرو، واللي كان مكون من رونالدينيو ورونالدو الظاهرة وريفالدو. ويقدر رونالدينيو في 5 ماتشات لعبهم انه يسجل هدفين، واللي منهم والاهم الفاول اللي سجله في انجلترا في ربع نهائي كاس العالم من مسافة مهولة، ويفوز بأول كاس عالم ليه ويحفر اسمه مع جيل البرازيل التاريخي وهو لسه في بداية مسيرته، عشان بعدها بسنة واحدة بس يعلن رونالدينيو ان انتهت فترته مع باريس وان هو متاح، فيحصل مزاد عليه بين اليونايتد اللي هيفشل انه يفوز بالصفقة وهيعوضوها بصفقة كريستيانو رونالدو من لشبونة، وبين برشلونة اللي هيختارها رونالدينيو عشان تكون اهم محطه في تاريخه. الصفقه اللي اول ما تمت اتريق عليها بيريز رئيس ريال مدريد لانه كان اتعاقد مع بيكهام، وقال احنا تعاقدنا مع بيكهام وبرشلونه تعاقدت مع مهرج. بيريز ما كانش عارف ان تصريحه ده هيتحول لحقيقه، لان رونالدينيو فعلا هيقلب الدوري الاسباني سيرك في اول 3 سنين ليه، اللي هيقدر يكسب فيهم 2 دوري و2 كاس وابطال اوروبا، ويحقق جايزه افضل لاعب في الدوري 2003 و2004 و2005، وجايزه الفيفا لافضل لاعب في العالم مرتين سنه 2004 و2005، وكمان الكره الذهبيه سنه 2005. وطبعا كل الارقام والجوائز دي ما كانتش هي سبب شهرته، اللي شهره حقيقي وقتها كان ابداعه ولمسته اللي ما جاش ولا هيجي زيها، سواء الالاستيكو او نو لوك باص والحاجات اللي كلنا كنا بنحاول نقلدها لما نلعب كره في الشارع. وده غير الاهداف الاسطوريه زي جوله الشهير ضد ريال مدريد لما خلى جمهور ريال مدريد كله يقوم يسقف له، او التسديده اللي شاطها على تشيلسي في الابطال وهو بيهز وسطه وكانه كان بيرقص. ولقطات فنيه كتير لو قعدنا نتكلم عنها نقعد لحد بكره. الحقيقه ان رونالدينيو مع برشلونه كان المثال الحرفي
اللعيب الروش، ومن ساعتها بيريز حرم وبقى بيشتري اي لعيب اسمر برازيلي كده يعدي من قدامه. ولكن زي اي برازيلي، رونالدينيو بعد فشل كاس عالم 2006 بيبدا رحله الوقوع، فتتحول حياته لحفلات وشرب وغيره، لدرجه انه اتشهر وقتها بلقب حيوان الحفلات من كتر ما كان مش بيفوت اي فرصه انه يحتفل او يسهر، ويبدا مستواه ينزل اكتر، ويحصل خلافات بينه وبين المدرب ريكارد بسبب علاقاته النسائيه، واللي ما كانتش خلافات عاديه، لان انتشر وقتها ان واحده من العلاقات دي كانت بنت ريكارد نفسه. فمع كتر المشاكل والانخفاض في مستواه مسك بيب جوارديولا الفريق، وكان اول قرار خده قبل ما يلعب اي ماتش بالفريق ان رونالدينيو لازم يمشي، واللي كان ساعتها قرار مفاجئ للجماهير. ولكن بيب جوارديولا كان بيدور على الانضباط وقله المشاكل قبل المهاره، وبان بعدين ان القرار ده كان قرار سليم. المهم ان رونالدينيو راح بعدها اي سي ميلان، وقضى رونالدينيو مع ميلان فتره تسالي كده، اللي هو تحسه بيلعب بالمزاج وتقضيه واجب وخلاص، ومكسبش معاهم غير بطوله واحده وهي الدوري الايطالي سنه 2011. ولكن اشهر حدثين في الفتره دي لما لعب اولمبياد بكين مع المنتخب، ومارادونا بس ايده تعبيرا ليه عن حبه لكره القدم اللي بيقدمها رونالدينيو، وده على رغم العداوه بين الارجنتين والبرازيل. والصوره دي اختارتها رويترز كاهم صوره في الاولمبياد. والحدث الثاني هي حاجه اشبه بالكوميديا، لما مضى مع كوكاكولا عقد رعايه سنه 2011، ولكن اتلغى العقد ده سنه 2012 لما اتقفش في مؤتمر صحفي بيشرب بيبسي. المهم بعد 3 سنين مع ميلان بيرجع رونالدينيو للبرازيل عشان يلعب لفلامينجو واتلتيكو مينيرو اللي هيكسب معاهم كاس الليبرتادوريس، وبعدها هيروح شويه انديه مالهاش لازمه كده وهيعتزل. المهم في نهايه مسيره رونالدينيو رغم كل الاهمال ده الا ان هو الوحيد تقريبا اللي كسب كل حاجه في الكوره، سواء كانت بلندور او احسن لاعب من الفيفا، تشامبيونز ليج اوروبا، وكاس الليبرتادوريس، وكاس العالم، كوبا امريكا، كاس القارات. حرفيا مفيش اي بطوله مهمه في اوروبا او امريكا اللاتينيه الا وهو قدر يكسبها. وبس بقى يا سيدي، ودي كانت قصه السحر البرازيلي رونالدينيو. ولو عجبتك القصه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو حابب تشوف قصص تانية تقدر تتفرج على بلاي ليست حكاوي كرويه. واشوفكم في حكاوي جايه، وسلام.